هل فعلا الساحل الشمالي بقى اهم استثمار عقاري في مصر؟ ولا لا؟ عشان اقول لك ولا لا خليني نتكلم في 3-4 نقاط. هل الساحل دلوقتي شغال طول السنة ولا هو مدة الصيف ولا لا؟ شغال طول السنة، لانه حاليا بقى في الساحل خدمات كتيرة شغال على مدار طول السنة. لو جينا نحسب العائد بتاع الاستثمار نفسه، يعني لو جينا نقارن بين شقة سكنية وبين شاليه، هتلاقي الشاليه أعلى، لأنه مدة الإيجار الشاليه نفسه بتبقى باليوم، واليوم بيعادل بالنسبة للشقة حوالي 15 يوم. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة، إيه الخدمات اللي خلت دلوقتي الساحل حاجة مميزة؟ الطرق اللي موجودة إن أنت تقدر توصل للساحل من أوله لآخره بأقصى وقت 3 ساعات ونص. المطارات اللي موجودة حاليا بتغطي كل الأماكن وبتسهل الوصول في حركة نص ساعة. الحاجة اللي بعديها، الخدمات اللي بقت موجودة نفسها اختلفت عن الساحل اللي كنا بنقوله عليه الساحل الطيب. يعني دلوقتي في كل حاجة، في من حاجات الترفيهية زي مثلا حمامات السباحة، لاكوزي، اللي عندك أكوا بارك، غير الحاجات دلوقتي في حاجات تعليمية، في مدارس، وفي دلوقتي مخططات لجامعات، غير انه في حاجات طبية موجودة على مدار خط الساحل من اوله لاخره، غير انه دلوقتي في نوع جديد من المستثمرين موجود اساسا في الساحل، اللي هو المستثمر الاجنبي والمستثمر العربي. وانا بقصد العربي ليه؟ لانه انتوا عارفين راس الحكمة دلوقتي دخل فيها مستثمرين عرب كتير، ودلوقتي بقيت الواجهة بتاعتهم انه يصيفوا فيها. فعشان كده الساحل باستثمار اقوى 1,000,000% من الاستثمار السكني في القاهرة وغرب القاهرة وشمال وشرق القاهرة.